واللي عرفته ان في اتصالات تمت ما بين المسؤولين في نادي الزمالك والمسؤولين في النادي الاهلي. اتصالات بشكل مباشر مش وسطه، لا. أيوه. في اتصالات ما بين الطرفين في الازمه اللي فاتت. اهلا وسهلا بحضراتكم. كارثه كبرى. ايه الموضوع؟ ان في اتصال بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك قبل خوض مباراه القمه او قبل الغاء مباراه القمه. نادي الزمالك طبعا مسؤولين في نادي الزمالك اتصلت وبشكل رسمي بدون وسايط، يعني من مسؤولين او من اداره نادي الزمالك لاداره النادي الاهلي، بيتكلموا عن مباراه القمه، ان المشكله كلها بعيد عنكم، النادي الاهلي ملوش اي ذنب او اي علاقه بالموضوع، النادي الاهلي طبعا بعيد كل البعد عن اعتراضاتنا، لكن هي الموضوع ان جه في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك واضطر الموضوع بكده. طب الاتصال اللي تم ده ليه مسؤولين النادي الاهلي ما قالوش عنه؟ وانا عرضت لحضراتكم الصوت في بدايه الفيديو ان بيتكلموا عن اداره نادي الاهلي ان في اتصالات تمت وبين المسؤولين في الاهلي ومسؤولين في الزمالك. طب مين المسؤولين في الاهلي؟ اطلعوا وادينا تصريح مين المسؤولين في الزمالك ومين المسؤولين في الاهلي اللي تم الاتصال بينهم على قرار الانسحاب. وليه الانسحاب جه من طرف واحد ما جاش من الاثنين؟ طالما في اتفاق، ما هو حاجه بالعقل كده، طالما في اتفاق بينك وبين اداره النادي الاهلي، ليه الموضوع ما تمش بشكل رسمي انسحاب الفريقين او اعتراض الفريقين على خوض المباراه؟ على الاقل كان هيكون في حل لكل طلباتهم، لان اكبر فريقين يعتبر في الدوري المصري اهلي وزمالك هو الكره المصريه. انت لما تعترض على حاجه زي كده اهلي وزمالك هتلاقي فيه سرعه في حل المشكله، لكن انت تعترض من جهه واحده وتقول ان كان في اتصال متبادل بين اداره الزمالك واداره النادي الاهلي، الكلام ده فيستك وما فيش منه. نروح بقى للموضوع الاهم من ده كله، نروح لصفقات النادي الاهلي المولعه، صفقات النادي الاهلي اللي الكل بيدور عليها، والنادي الاهلي المره دي بيعمل صفقات الميركاتو الصيفي. اول صفقات النادي الاهلي هي صفقه من العيار التقيل. بس في البدايه بعد اذنك اعمل لايك الفيديو عشان يوصل ليك كل الاخبار الحصريه على قناتنا. اول صفقه معانا هو يوسف ايمن، اول صفقات الاهلي الميركاتو الصيفي، لاعب الدحيل القطري المدافع. طبعا بعد اخبار برحيل محمد عبد المنعم، كل اداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات بالاهلي اخذت اوامر او اخذت طلبات من مارسيل كولر عايزين ندعم خط الدفاع في النادي الاهلي، وخصوصا بعد رحيل محمد عبد المنعم. وكم ماتش كده الاهلي لعبهم في الدفاع الموضوع بيكون ايه، في توتر شويه. لكن المره دي الاهلي فكر فكره تانية خالص، الاهلي بيدافع بكل قوته امام يوسف ايمن عشان يحصل على اولى توقيع يوسف ايمن ولو على سبيل الاعاره. المدافع الثاني هو اياد العسقلاني، يدعم صفوف الاهلي في الميركاتو الصيفي. كده النادي الاهلي بيدعم صفوف او خط الدفاع. تقدروا تقولوا الاهلي بيجيبها منين؟ بيجيبها من خط الدفاع. احنا بقى عايزين ايه؟ مهاجم صح، مهاجم صح يقدر يسجل لنا اهداف، لان الاهلي مش هنقول بيعاني من عقم تهديفي، ولكن اللمسه الوان تاتش او التاتش الاخيره دي يعني المفروض تتصلح، او المفروض يلعبوا عليها الحته اللي جايه ويكون في تدريبات عليها. ده ايه بدايه. الاهلي هيلعب النهارده ضد فاركو الساعه 7 بتوقيت مصر، الساعه 8 بتوقيت السعوديه. وكل المباريات اللي انا هقولها قدام حضراتكم دي المفروض الزمالك انسحبت من مباراه الاهلي ما تلعبش مباراه سيراميكا كليوباترا. هقول لحضرتك ترتيب الدوري المصري بعد حصد 3 نقاط للنادي الاهلي من انسحاب نادي الزمالك. رصيد النادي الاهلي 45 نقطه من 19 مباراه، باعتباره فايز في مباراه الزمالك 2-0 وحصد 3 نقط. نادي الزمالك طبعا برصيد 34 نقطة بخصم ال3 نقط. طبعا نادي الزمالك في عدم اريحية في الفترة اللي جاية في بعض العقوبات المالية اللي هتوقع على نادي الزمالك. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات. الى اللقاء في فيديو اخر.